وهتبتدي الحكايات. مع نيك قالت لي حاجات وهو بان عليك علامات. ما خلاص كفايه سكات. ايوه بقى يا زيزو يا زيزو يا قلبي يا اللي بص. انا مستعد اعملك فيديو تاني، يعني اللي ما شافش الفيديو ممكن يشوف فيديو زيزو. هتلاقيني عامل وثائقي كامل عن ابن قلبي زيزو اللي عمل اداء خرافي. ماتشين ايكوال، اسيستين وجونين وحاجه، يعني بص لوز اللوز. زيزو النهارده العنوان هو اولي 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 زيزو زيزو. فبجد والله يعني شكرا يا غريمي على جمال بضاعتك. بدايتنا هنبدأ نقسم الماتش اجزاء. الحمد لله الماتش ده احسن من الماتش اللي فات كتير. ريبيرو عمل كذا تغييرة يشكر عليها. الحمد لله ان هو ما اصرش على فكره كتير. عارف خلاص مين، اعرف صاحبك وعلم عليه. قفشة ده لا يستحق اللعب، خلاص تعالى اقعد اركن جنبي. راجل واخد قرارات صح من اول لحظة. نبدأ بتشكيلة الماتش. الحمد لله النهارده يعني اشكر ريبيرو ان هو استمر على شوبير، وهنيجي لشوبير خلال الحلقه على الغلطه والكارثه اللي هو عملها. بس لا، اشكر برضو ريبيرو ان هو لاعب شوبير برضو اللي هو ايه وحاطط ثقته فيه رغم برضو الغلطة اللي هو كان عملها في الماتش اللي فات. وهو شوبير مش قلة موهبة او قلة خبرة او حتى اللي هو خايف، لا شوبير ما هو الا مش مركز. فشوبير لازم يركز الفترة اللي جاية، لان خلاص انت بقيت الحارس رقم واحد في الاهلي. وخلاص يعني مسألة وقت هتبقى الحارس رقم واحد في مصر. ف يعني ايا كان الشناوي هو اللي هيتاخد في المنتخب، وهو اللي الخبرة الدولية هي بترجح كفة الشناوي. فطبيعي ان احنا هنشوف الشناوي. بس انا فكرتي عن شوبير ان هو لازم ياخد ماتشات اكتر من الشناوي بكتير. تمام. نرجع لتشكيلة الماتش. شوبير في حراسة المرمى، قدامه قلبين دفاع. داري اللي الحمد لله نزل الماتش ده. يعني كنت مستني ايه اشوف دماغ ريبيرو هتبقى عاملة ازاي. بس هو طلع بالنسبة له ان الاساسي ياسر، ولما ياسر اتصاب نزل اشرف داري. بس اتمنى ان الثنائية بتاعت اشرف داري وياسين مرعي تستمر كتير، لان الثنائيه دي او التوليفه دي راكبه مع بعض وشايف اداء كويس، والاتنين بيكملوا بعض. ده ناقصه شراسة موجودة في ده ناقصه طلوع بالكورة موجودة في ده، وبنكمل بعض، وهي دي المنظومة. ناحية الشمال كريم فؤاد اللي اثبت ان هو اللي عنده ثقة في نفسه وما عندوش رهبة الفانيلا الحمراء. نازل من اول الماتش شرس. بيطلع لقدام. بيعمل فكر المدرب اللي هجيلكوا برضو خلال الحلقة، اللي الفكر اللي عايز يطبقه ريبيرو. تمام. على عكس محمد شكري اللي كان باين عليه الرهبة في الماتش اللي فات. على الناحية اللي هناك محمد هاني وهاجي للتحكيم في حتة محمد هاني دي، لان انا دماغي دي هتتفرتك بسبب التحكيم المصري. تمام. نيجي لنص الملعب. فالدبابة المالية اليو ديانج نورت في الملعب، واتمنى ديانج ما يطلعش من الملعب. ديانج لو فقد رتم الماتشات فمحدش هيزعل غير ريبيرو، محدش هيزعل غير الاهلي. لان ديانج لما يفقد رتم الماتشات ممكن تلاقي النهارده انا ما شفتش ولا التحام. اليو ديانج كان شرس. وبشوف اليو ديانج بتاع ماتش بورتو مثلا. ماتش بورتو ديانج كان جاي من السعوديه واخد رتم ماتشات كتير. فمعلش انا ما اجيش اجي على نفسيته واقول له انت رقم 3 بعد احمد رضا وكوكا، وكمان رقم 4 كمان ده في مروان عطية مصاب. مروان عطية اكيد هيحجز مكان اساسي. فانا كده بدمر اليو ديانج. لا، انا لازم ارجعه لرتم الماتشات، لازم اخليه هو الثابت معايا كرقم 6. جنبه عمر خيرت على رأي ايه عم اسلام مهدي. عمر خيرت نص الملعب بن رمضان. فهو كل يورو ويورو من المليون و600 يورو مدفوعين في عمر خيرت. محمد رمضان عالمي يا ابني، عالمي يا ابني، عالمي يا ابني. محمد رمضان عمل اداء
محمد رمضان مين؟ محمد بن رمضان، محمد علي بن رمضان، لا مؤاخذة. محمد علي بن رمضان عمل اداء عالمي. زيزو 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 اوليه 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 اوليه. زيزو زيزو، انا مش هقول غير كده على زيزو. قدامه على الوينجات تريزيجيه اللي انا لحد دلوقتي مش مستوعب هو حد عامله عمل. طب انت بتحتاج تذبح. طب في ايه يا تريزيجيه؟ انا مش عارف في ايه يا تريزيجيه بجد. على الناحيه اللي هناك بن شرقي اللي عمل ماتش عالمي، وكان حظه وحش ان هو شيكا اللي بيقف لفاركو ده تألق في الكرة اللي هو حطها، مع انه كان يستحق ان هو يتوج اداؤه بتاع النهارده ده بجون. وقدام محمد شريف اللي عمل غير المتوقع وجاب جون بدماغه النهارده. واحنا يعني انا كنت ناوي اتكلم في الحلقه النهارده ان احنا لعبك كله عباره عن ان انت تريزيجيه موديه هناك عشان يلعب عرضيات، او زيزو تعتمد على عرضيات زيزو، او من الناحيه اللي هناك بن شرقي يرفع واحده مش عارف ايه يرفع. فانت بتعتمد على عرضيات وانت اصلا ما عندكش مهاجم بيلعب بدماغه. فاحرجني النهارده محمد شريف، مع ان العرضيه ملعوبه اي كلام، عملت بند وهو عمل عليها فولو رهيب بدماغه ووجهها صح. فجون حلو من محمد شريف. وبرضه التسديده اللي خبطت في تريزيجيه وتريزيجيه حسب الجون لنفسه وفي الاخر طلع اوفسايد، صعب عليا بصراحه ان الفرحه دي طلعت على الفاضي. النهارده هكلمكم على على ريبيرو، على اتخاذ قراراته ان هو يعني الحمد لله الماتش اللي فات عارف المشكله في مين. على طول شقلب وقلب ودي 4 تغييرات على طول مره واحده. ينزل من اول الماتش النهارده داري وكريم فؤاد وديانج، وبرضه يطلع مجدي قفشه وينزل مكانه بن شرقي اللي هي وبس بيلعب في قلب الملعب. زيزو كان ماسك قلب الملعب مكان قفشه. طريقة لعب ريبيرو بتعتمد على الانفيرتد وينج سوري الانفيرتد باك اللي هو من الاخر ناحيتها من جوارديولا، ان انا قفلت عليا من على الاطراف مثلا، مش عارف ارفع عرضية او مش عارف اخترق من النص، ان انا ما عنديش كثافة في نص الملعب. لا، فانا بدخل الباكات بتاعتي لنص الملعب عشان اعمل لك اكبر كثافة على خط الدايرة. فانت ما عندكش حل وانا بلعب عليك ضغط عالي، فطبيعي هنشوف الاداء اللي احنا شفناه النهارده. تمام. انت كنت بتلعب بمحمد شكري وقدامه تريزيجيه، كانوا خانقين بعض في الماتش اللي فات. النهارده لا، النهارده بن شرقي وكريم فؤاد كانوا مريحين بعض. فكره الانفيرتد باك ان هو الباك بيلحم في نص الملعب. انت دايما هتشوف محمد هاني اغلب الماتش النهارده في نص الملعب. كان يورجن كلوب بيعملها مع طبعا مع فرق المسافات ما بين ارنولد والله هي مش فارقه. ارنولد برضو كان في اغلب الاوقات ما بيمسكش الوينج، بيسيب الوينج لصلاح وبيخش لقلب الملعب في النص. ده فكره الانفيرتد باك. انا شايفها طريقه حلوه بتفك التكتلات اللي قدامك. بس برضو فاركو النهارده ما كانتش الفرقه اللي هي مقفله قوي زي مودرن. فاتمنى اشوف الاهلي قصاد فرقه لما تقفل، برضو فرقه زي مودرن كده لما تقفل قدامك اشوف هتعمل ايه معاها. عايز اشوف ماتشات اكتر لريبيرو، عشان بصراحه انا ولا هحكم على ماتش النهارده ولا على الماتش اللي فات في الحته بتاعت ريبيرو دي تماما. افتتحنا الاهداف بتاعتنا كان مع محمد شريف اللي عمل فول وينج بدماغه حلو قوي. وبعدها الجون التاني كان بن رمضان اللي عليه لفة وسط ما شاء الله، ولا وسط البلد. بن رمضان لفة وسطه بس سحبت فكت تكتل 2 لعيبه، سحبها من يعني بص خدها كده، فاهم حرفيا ما شاء الله بجد. كل يورو ويورو مدفوعين حلال فيك يا ابني. لعب الكوره لزيزو على دماغه، زيزو اللي بدأها واللي سلقها واللي قشرها، وزيزو اللي اكلها وهو اللي جاب الجون التاني بدماغ زيزو، عشان افرح ان اخيرا ابتدت الحكاية مع زيزو. يا غريمي يا غريمي. فزيزو بيجيب اول اهدافه
الجون التالت كان برضو زيزو من صناعة بن شرقي، من بن شرقي، من بن قلبي لزيزو، لزيزو ها، من بن شرقي لزيزو ها. والجون الرابع كان جون حلو قوي من جراديشار، ان هو كان هادي راسي، ما رضاش مثلا ان هو يريسك ان هو جراديشار محتار انا احطها ببطن رجلي ولا احطها بوش رجلي زي ما بحب، لان جراديشار من اكتر اللعيبه اللي بتحب تلعب بوش رجلها، فهو ريح نفسه قال لك لا انا الم الجون وانا كده كده انفراد، ولم شيكا وحطها في الجون. وجون حلو من جراديشار اللي عمل اداء كويس النهارده، برغم ان هو بينزل من على الدكه، راجل مش لاوي بوزو، راجل لا نازل يشتغل، نازل يثبت نفسه، نازل يقولك انا موجود وممكن العب. انا شايف ان محمد شريف وجراديشار ممكن يلعبوا مع بعض عادي، لان جراديشار اكتر الوقت بيسقط لتحت. تمام، احنا شفنا اللي هو الاتنين بروفايل اللي متشابهين سيكا، اللي هو بس مش شبه كامل يعني، اللي هو وسام وجراديشار لعبوا مع بعض فتره، فازاي مش هنشوف محمد شريف وجراديشار اللي هم مختلفين تماما؟ فانا بصراحه عايز اشوف الحته دي اللي هو جراديشار ومحمد شريف مع بعض في نفس اللحظه، اعتقد هتخدمنا يعني في الماتشات. النهارده برضو عايز اتكلم عن شوبير. شوبير لتاني ماتش على التوالي بيعمل غلطه، بيعمل كارثه. ما فهمتش دماغه، اللي هو محمد هاني بيرجع له الكرة، فاللي هو ملحقش الكرة. انا عارف ان انت قلبك على الفرقة ومش عايز الكرة تطلع ضربة ركنية والكلام ده كله، بس انت في زيادة عن 6 لعيبة من فاركو ضاغطين عليك. ماشي، الكرة اصلا كانت عمالة تتخبط في دربكة، فانت ما تزودش الدربكة بان انت تدخل الكرة ترجعها الستة وانت اصلا بترمي نفسك لبره. يعني هو المفروض هو كان عايز، انا ما فهمتش دماغه يعني، هو دخل الكرة جوه الملعب وهو طلع. طب ايه الفكرة يعني؟ حتى الشناوي جت عليه الكاميرا بعدها بيقول له انت بتعمل ايه. شوبير ذات نفسه بعد ما خلص اللي هو مش مقتنع بغلطته برضو، اللي هو بيكلموه اللعيبة، فهو باين من لغة الشفايف بيقول طب اعمل لها ايه طيب؟ يعني ايه اعمل لها ايه طيب؟ سيبها تطلع. ركز ركز ركز، انا عارف ان انت موهبة جامدة، ما شاء الله عليك، عارف تلعب برجلك حلوة قوي، وعارف برضو ان انت واثق من نفسك قوي، وان انت خلال الماتش بتحاول اللي هو ايه، لا عادي ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة، بس مش عايز تلوم نفسك على الكورة يعني عشان ما توترش نفسك، بس انا عارف ان من جواك فانت اتهزيت من الكورة دي. ف استغل دعم الجمهور ليك، استغل دعم الجمهور ليك على قد ما تقدر، الجمهور عايزك، فبلاش تخذل الجمهور. ركز في ارض الملعب، انا عارف ان انت مركز في التمرين، عارف ان انت بتبذل قصارى جهدك ان انت تثبت ان انت رقم واحد فعلا في الاهلي، بس بعد اذنك ركز اكتر من كده يا شوبير. بعد نقطة شوبير فمحتاج اتكلم عن التحكيم المصري. التحكيم المصري كابتن محمد معروف، اللي معروف مش عارف والله، ما يعني انا ما اعرفش والله اقول ايه، بس الحكام المصريين عايزين يثبتوا حاجة. انا الشخصية رقم واحد، ده انا بص، ده انا ليا كلام عليك اكتر من المدرب بتاعك. اللي حصل ان محمد هاني حرفيا هو كل اللي عمله هو اتاخر في ايه، هو بيقلع شرط الكابتن، يا بيديها لاقرب لعيب ليه، يا اما بيروح يلبسها للكابتن اللي بعده. بس الفكره ان تريزيجيه طلع ماشي، الشناوي مش موجود في الملعب، كل اللعيبه اللي في الملعب جداد ومش عارف ايه، فهو مش بيقول هو مين الكابتن بعديه، فاللي هو لسه بيشوف هيدي الشاره لمين. تمام، خلاص عرف الشاره هيديها لمين، فكابتن محمد معروف بيقول له اطلع من هنا، فليه وليه ان هو ما طلعش من هنا وعادي رايح يسلم على زميله، ورايح بيجري، هو مش رايح مثلا اللي هو بيتكاسل وبيعمل لا، هو رايح بيجري عشان يغير، يروح كابتن محمد معروف ضارب سبرنت وراه، ويلا خد الانذار التاني وخد الطرد. يعني ايه؟ يعني انت عايز تثبت ايه؟ واللي حرق دمي اكتر ان مفيش حد من على دكة البدلة امله. ازاي ككابتن عماد النحاس اللي قاعد بره، ولا كابتن محمد يوسف، واي حد في الجهاز الفني لازم كان ولا حتى الشناوي كان لازم يقوم في اللقطة دي. انت بأي حق تضرده؟ انت هو ضيع وقت ايه؟ هو مين اصلا ممكن يبقى كسبان 4-1 ويضيع وقت؟
فانا مش فاهم الحكام المصريين، ف خايف والله اقول اي حاجه اتحاسب عليها. بس انتوا محتاجين تتعالجوا، والله صدقوني انتوا محتاجين تتعالجوا. دوروا على حاجه للنفسيه يعني. انا مش فاهمكم. ده بالنسبه للتحكيم المصري. اجمالا، تلخيصا لكل اللي قلناه النهارده، اداء كويس من النادي الاهلي. مش حكم على ريبيرو، ولا هنقول كويس ولا نقول وحش. لازم اشوف ماتشات اكتر للاهلي عشان نعرف نقول المدرب ده فعلا كان اختيار صح ولا لا. الاداء لو استمر على كده فاكيد يبقى خير وبركه. للاسف 10 ايام من غير الاهلي مش هتبقى حاجه هينه وكده، بس ما علينا الا اننا نستحمل الفراق. بس بجد اهم حاجة هتصبرك على الفراق ان كمان 10 ايام هتشوف مين امام عاشور. فايه بقى، انا مستني اشوف بقى ايه الميكس الجميل ده، زيزو، امام، وبن شرقي. الثلاثي المرح، ثلاثي العجل. ثلاثي فعارف انت تمرين العجل، ها؟ فمستني اشوف. انتظروني بقى في، هقوم اجيب ورقة واجي عشان نقيم اللعيبة مع بعض. اخرت عليكم؟ اكيد لا. في حراسة المرمى شوبير. بص يا شوبير، يعني هو ايه، من 1 ل3 فهو من سيء لأسوأ. من 4 ل7 او من 4 ل6 فانت في المتوسط منه. من 6 ل9 ولا من 7 ل9 بقى فانت فشيخ. من 10 فانت جبار، اللي هو زيزو، ها. انا بحرق لكم التقييم اهو. ماشي. شوبير 2 من 10. مش عايز اظلمك ولا عايز امجد فيك، انت ما صدتش غير كرة واحدة اصلا. تمام. كريم فؤاد عمل ماتش حلو بصراحة من وجهة نظري. ياخد 6 من 10 مستريح. تمام. في النص ياسين مرعي، وبجد بجد بجد تسلم العين اللي جابتك يا ابني ياسين مرعي. 8 من 10. اشرف داري اداء كويس النهارده، 7 من 10. محمد هاني معرفش والله. يعني راجل عامل اسيستين وماتش كان حلو وكم مراوغة ناجحة وقافل في نص الملعب وبرضه كسب كام التحام الراجل كان كويس قبل ما يطرد، بس عشان الطرد 6 من 10. انا كان ممكن اديله اعلى من كده. اليو ديانج 4 من 10. هو ديانج كويس بس محتاج ماتشات اكتر من كده. ممكن اديله كمان اقل من 4، معلش عشان ما نبقاش بنطبل. 2 من 10 يعني. زيك زي شوبير. تمام. بن رمضان هو اللي يقيمني، هو اللي يقيمني، مش محتاج تقييم مني اصلا. انا همتنع عن الرد اساسا. زيزو 10 من 10 بدون نقاش. تريزيجيه محتاج تراجع نفسك. ماشي، مش هقول غير كده، لا هقول تقييم برضو 2 من 10. تمام. بن شرقي بن قلبي، اخد البوسة دي يلا. بن شرقي 6 من 10. محمد شريف 7 من 10. جراديشار 6 من 10. مين نزل تاني؟ اللهم ذكرني. الله. طاهر محمد طاهر العادي يعني 5 من 10. احمد رضا ملحقناش نشوفه. بس ما شفناش غير كده يعني. كوكا لما نزل برضو ما شفتش منه غير هو الباص اللي راح على الجون، ممكن اديله على الباص ده 5 من 10. كده تقريبا ده اسرع تقييم لعيبه اعمله، عشان ما اتريقناش على حد، لان مفيش داعي للتريقه، لان احنا بجد كان ماتش لذيذ النهارده، واتمنى نشوف من الكلام ده كتير. اتمنى اكون الضيف خفيف على قلبكم. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وقول لي رايك في الكومنتات، وقول لي هل مستني حلقه لوكا مودريتش دلوقتي ولا ممكن اتاخر اسبوع كده ولا حاجه. معلش انا اسف، انا عارف ان انا متاخر في حوار قصص اللعيبه ده، بس ان شاء الله ربنا يقدرني وارجع تاني يعني الموسم بدأ اهو، فان شاء الله حلقه مودريتش قريبه جدا. فاخر كلامنا زي كل حلقه، يا رب تخشوا الجنه.